عمرك سألت نفسك ليه لعيب الكورة بياخد كم الفلوس دي؟ في الناحية التانية عامل النظافة لو اشتغل عمره كله مش هيغطي ربع مرتب اللاعب في سنة واحدة، رغم ان كتير مننا بيشوف ان عامل النظافة شغله اهم بكتير من لعيب الكورة، او حتى الممثل اللي عادي جدا ياخد 60 مليون في مسلسل مقابل شخص شغال كول سنتر او كاشير في مطعم 12 ساعة بيكون في ضغط شغل من ساعة ما بيستلم شغله لحد ما بيخلص، ويسمع بقى شكوى من ده وده بيتكلم معاه باسلوب وحش والمدير ضغطه طول الشغل، وعلى ما بيرجع بيته بقى عشان ينام حتى ما بيلحقش يقعد مع اهله عشان يرجع يعيد اللي عمله تاني يوم عشان في الاخر يوفر 5 او 6000 جنيه في الشهر. حتى في الشركات ليه في مسؤول بياخد مبلغ كبير جدا وموظف تاني بياخد كام الف جنيه اخر الشهر، رغم ان الموظف بيكون مجهوده اكبر وبينتج شغل اكتر من المسؤول؟ سؤال كتير مننا بيسأله لنفسه. عشان كده بقى انا عامل الفيديو ده عشان نرد على شويه الاسئله دول، اشرح لك المعايير اللي من خلالها الشخص ده بيتحدد المرتب بتاعه والفرق الجوهري بين شغل العقل وشغل الجسم، كمان شويه نصايح كده هتزود من قيمتك العمليه. هنعرف كل ده واكتر بس بعد الانترو. بص يا بطل، الشغل عموما بيكون نظام قطاعات او منظمات او فئات او مجموعات، سميها زي ما تحب تسميها، على حسب القطاع او المنظمه اللي انت فيها بيتم تحديد دورك. المنظمه دي بتكون عباره عن مجموعه تروس مرتبطه ببعضها من غير اصغر ترس اكبر ترس ما يتحركش، فايا كان دورك ايه في المنظمه اللي انت فيها فانت دورك مهم. تمام. طيب ازاي بقى الشركات او المنظمات دي بتحدد الرواتب؟ خليني اقولها لك ببساطه شديده قوي، المنظمات او القطاعات دي ما بتدفعش ليك على قد تعبك، بتدفع على قد القيمه اللي انت هتقدمها للمنظمه دي. دايما بيدوروا على اجابه لسؤال واحد: ازاي الشخص اللي بيتقدم ده هيقدر يفيدني ويحقق لي ارباح؟ لو شغلك بيأثر على المنظمه دي بشكل مباشر وبيحقق لهم ارباح هتلاقي مرتبك عالي، لكن لو الشغل بتاعك ده في اي حد تاني بيقدر يعمله هتلاقي ان انت المرتب بتاعك في الحد الادنى. مثلا لعيب كوره زي محمد صلاح عنده شويه مواصفات كده بتعود على النادي بتاعه وعلى الدوري الانجليزي كله بعوائد ضخمه، فالقيمه اللي محمد صلاح بيقدمها للنادي بتاعه كبيره جدا، عشان كده هتلاقي الراتب بتاعه عالي. ملناش دعوه هو بيقدم لينا احنا ايه دلوقتي، المهم بيقدم ايه للمنظمه اللي بتستفاد من وراه، بناء على كده بياخد الراتب ده. اوضحها لك اكتر بمثال بسيط جدا. نفترض ان في شركه مقاولات كبيره عايزه تعمل مبنى او برج ضخم، فجابت مهندس معماري عشان يشرف على المبنى ويحط الرسمه بتاعته، كمان وفرت العمال اللي هيشتغلوا على المبنى ده. هنا قيمه المهندس في الشركه عاليه جدا لان توفر فيه شويه مواصفات استثنائيه مش هتلاقيها عند اي حد تاني، زي انه خبير في الابراج دي او الرسومات بتاعته على علم ودراسه وخبره. من الاخر كده مش هتلاقي منه كتير، لكن في الجانب التاني العامل اللي هيشتغل على بناء البرج ده هتلاقي المرتب بتاعه اقل بكتير، ببساطة لأن الشغل اللي هو بيعمله فيه كتير جدا بيعمل الشغل ده، فهي ملهاش علاقة بالجهد اللي هو بيبذله. ومن هنا بقى نيجي لنقطة رقم 2، ايه الفرق الجوهري بين شغل العقل وشغل الجسم؟ زي ما قلنا ان الشغل الجسدي بيعتمد على التعب الجسدي بس، وده سهل جدا يتبدل بحد تاني لانه ولا فيه علم ولا خبرة ولا دراسة ولا حتى ابداع، عكس الشغل العقلي اللي بيحتاج دايما ابداع وتطور وضغط، وده بيفيد المنظمات اكتر وبيحقق لها عوائد اكبر. عشان كده هتلاقي الشخص ده بياخد مرتبات اكبر، حتى تلاقي الشخص اللي عنده تعب بدني او تعب جسدي ينام كويس ويصحى الصبح يبقى زي الفل، عكس اللي بيحط مجهود عقلي في شغله. لو عنده مشكلة او تاسك مطلوب منه او تارجت عايز يحققه هتلاقيه دايما مضغوط نفسيا وبيتعصب من اقل حاجة، حتى كمان ممكن تلاقي ان المشكلة دي مأثرة على علاقته باهله في البيت. بكده احنا عرفنا ليه بيحصل تفاوت في المرتبات. شوية نصايح بقى عشان تزود قيمتك العملية. أول حاجة اتعلم مهارة تخليك استثنائي في شغلك، كودينج بقى، ديجيتال ماركتينج، جرافيك ديزاين أو تحليل بيانات أو فيديو إيديتنج، أو حتى تتعلم لغة جديدة تفتح لك أبواب شغل أحسن. تاني حاجة حل مشكلة للمنظمة أو الشركة اللي أنت فيها، لو في وظيفة معينة في الشركة فيها عجز خد كورسات في المجال بتاعها وسد أنت المكان ده في الشغل، هتلاقي إن أنت بقيت مطلوب وقيمتك التسعيرية زادت في الشركة دي. تالت حاجة تطور بشكل مستمر، لأن في وظائف كتير جدا دلوقتي بدأت تنقرض بسبب الأدوات والتطور الرهيب اللي احنا فيه دلوقتي. واهم حاجه بقى في كل ده ارضى باللي انت فيه. المغني اللي بتشوفه راكب عربيه بمبلغ كبير او ساكن في فيلا في كومباوند ويجي ساعتها في دماغك ان مفيش عدل وانك تستحق وهو لا، لمجرد مثلا انك معاك شهاده وهو مش معاه، ده على فكره اكبر غلط ممكن تقع فيه، والسبب ان الناس دي استثناءات، مش كل الناس اللي حواليك كده. بص حواليك هتلاقي انك غرقان في نعم ربنا، من اول نظرك اللي بتشوف بيه الفيديو ده لحد الامان اللي انت فيه وبيتك اللي بترجع له بعد تعب اخر اليوم. غيرك في خيام وبيموتوا من البرد وبيشوفوا القهر والظلم كل يوم ومحدش حاسس بيهم. نتمنى لهم النصر يا رب والثبات على اللي هم فيه. وبس كده، سلام.